شباب، السلام عليكم، نورتونا. في البداية كده عايزين نحيي طالبة حياة لأنها حلت الواجب. أنا رجعته ما شاء الله، الله أكبر عليها، حل كله صح. طيب النهاردة إحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن مصر ما بين المماليك والعثمانيين. اتكلمنا عن كل حاجة تقريبا بالتفصيل. خدنا الدول اللي كان ما بينها صراع، تمام، اللي هم المماليك والعثمانيين والصفويين. كانوا 3 دول. واتكلمنا عن شوية معارك مهمة. اتكلمنا عن معركة جالديران. اتكلمنا كمان عن موقعة مرج دابق وعن موقعة الريدان. طيب يا محمد، لو انت معايا كده تقدر تقول لي بما تفسر فشل المماليك ماشي في مقاومة العثمانيين؟ للأسف يا مستر، أنا ما حضرتش الحصة اللي فاتت، لأني ما كنتش أعرف أصلا. أنا لسه الساعة 4 حاليا. كنت تمام. أعرف يعني إن في حصة فاتت، تمام. فهذاكر دوت إن شاء الله. ماشي يا محمد، تمام. طيب يا نور، قولي لي كده يا نور، هو موقعة مرج دابق اللي احنا خدناها، ايه النتيجة المترتبة؟ ما النتائج المترتبة على موقعة مرج دابق؟ نور معايا؟ أيوة. بس معلش، بس ايه السؤال عشان النت بيقطع؟ ما النتائج المترتبة على موقعة مرج دابق؟ العثمانيين دخلوا فين؟ في الشام. دخلوا الشام، الله ينور عليك. طيب وموقعة الريدانية العثمانيين في دخلوا مصر. مصر. في مصر. شكرا يا نور، جدع، الله ينور عليك. طيب بصوا يا جماعه، احنا هنتكلم كده سريعا. مرج دابق والريدانيه اهم موقعتين خدناهم المره اللي فاتت. مرج دابق والريدانيه بخساره المماليك في الموقعتين انتهت دوله المماليك تماما. دلوقتي انا عندي الدوله القائمه اللي بتحكم مصر والشام هي مين؟ هي الدوله العثمانيه، وهي اللي احنا هنتكلم عنها بشيء من التفصيل. طيب خليني بس قبل ما ادخل في تفاصيل الدرس بتاعي، خليني اكلمك كمان. وعايزين حد تاني، حياة لو تجاوبي معانا، كنا عايزين نسأل سؤال ونقول لك بما تفسر الأزمة المالية التي عانتها دولة المماليك. ايه المشكلة المالية اللي كانت في دولة المماليك؟ ايه اسبابها يعني، ولا ايه هي المشكله؟ اه، ايه اسبابها؟ إيه اللي حصل؟ بسبب اكتشاف البرتغاليين لطريق راس الرجاء الصالح. جدع يحيى، الله ينور عليكي. تمام، عندك حاجة تانية حياة تقوليها؟ تمام ماشي. اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح. اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح، الاول التجاره كانت بتدخل في مصر، كانت بتجيب لي فلوس كتيره. البرتغاليين لما اكتشفوا الطريق باظ الموضوع شويه، فبقى الفلوس اللي بتدخل في مصر بقت قليله. فطبعا اكتشاف البرتغاليين لطريق راس الرجاء الصالح اثر علينا في مصر جدا جدا جدا. طيب احنا كمان اتكلمنا عن حاجه بس كده بسيطه. ناخد بقى نور. يا نور قولي لي يا نور، هو الدوله الصفويه كان عاصمتها ايه؟ ايه العاصمه بتاعتها؟ نور. هو انا مش فاكره كانت عاصمتها ايه. مش فاكراها. طيب العاصمه بتاعتها كانت تبريز، تمام، العاصمه بتاعت الدوله الصفويه. طيب عايزين حد بقى، مش هقول اسماء، عايزين حد كده يجاوب لنا. يقول لي بما تفسر الصدمه التي تلقاها سليم الاول عندما اتجه للغرب. ليه سليم الاول ساب الغرب ورجع للشرق؟ بسبب تطورهم الحربي العسكري. تمام. تمام جدع. وكمان الصدمه الحضاريه اللي تلقاها هناك. سليم الاول ليه في صدمه حضاريه وصدمه عسكريه ساب البلد ورجع. رجع في الشرق على 3 دول او على دولتين بقى اللي هيحاربهم، اللي هم المماليك والصفويين. واتفقنا ان هو هزم المماليك وهزم الصفويين. طيب سليم الاول لما دخل مصر والشام، عايزين حد يقول لنا هم 4 نتائج، عايزين نتيجتين بس، حد يقول لي كده نتيجتين. ما النتائج المترتبه على هزيمه المماليك في موقعتي مرج دابق والريدانيه، او دخول العثمانيين لمصر والشام؟ ها نور. اصبحت مصر ولايه عثمانيه، تمام. وانتهت الدوله المملوكيه. جميل. واعلن سليم الاول انه الحامي الوحيد للحرمين. شريفين، جدع يا نور، الله ينور عليكي. تمام. وسيطره سليم الاول على العالم الاسلامي من الاتجاهين اللي هو الاسيوي والافريقي. تمام. ده كده كان ملخص سريع للي انا اتكلمت عنه يا محمد لو معايا، عشان انت ما كنتش حاضر، فده ملخص سريع كده للدنيا، لميت لك الامور كلها في الكام نقطه دول. خلينا بقى النهارده نتكلم، ركز معايا قوي، عن حياه جوه مصر.
ملامح الحكم العثماني في مصر. يا ترى الدولة العثمانية هتكون عاملة ازاي؟ الدولة العثمانية خلي بالك لازم تكون عارف ان الدولة العثمانية كان الحكم بتاعها جامد راكد. جامد راكد. الدولة العثمانية انفصلت بنفسها، قفلت على نفسها زي ما بنقول كده، تمام؟ فالحكم بتاعها كان جامد راكد راكد. ما النتائج المترتبة على انعزال الدولة العثمانية؟ هتقول لي سيادة الجهل والتخلف. انتشر في الوقت ده الجهل والتخلف، والدولة العثمانية كانت منعزلة تماما عن أي مؤثرات خارجية. تمام؟ طيب، الدولة العثمانية حكمت تقريبا في مصر أو في الدولة المملوكية كلها، حكمت الدولة المملوكية كلها حوالي 4 قرون، يعني 400 سنة. يبقى خلي بالك يا حياة، حكموا قد إيه؟ 4 قرون، 400 سنة، بس الحكم بتاعهم كان حكم جامد راقي. كانوا مفصولين عن كل المؤثرات الخارجية. تمام؟ يبقى احنا خدنا أول حاجة أهو إنهم حكموا 4 قرون اللي هو 400 سنة، حكم جامد راقي. طيب تعالى بقى ندخل في التفاصيل شوية ونعرف الدنيا ماشيه ازاي عندهم. خلينا نتكلم اول حاجه عن الحياه السياسيه. كان عندي مشكله خطيره جدا بتعاني منها الدوله العثمانيه. الدوله العثمانيه قسمت الحكم ما بين 4 طبقات او 4 جهات. 4 جهات بيحكموا مصر، 4 ادارات بيحكموا مصر. مين هم بقى؟ خلي بالك، عندي الوالي، وعندي الديوان، وعندي الحاميه العثمانيه، وعندي اداره الاقاليم اللي هو اداره الاقاليم زي المحافظين. يبقى خلي بالك بقى مين الهيئات اللي بتحكم مصر. اجي اقول لك اكمل العباره التاليه: يحكم مصر العثمانيه نقط ونقط ونقط ونقط. هتقول لي الوالي والديوان والحاميه واداره الاقاليم. دول ال4 جهات اللي حكمها مصر. السؤال بقى مهم بيجي يسالني فيه، يقول لي بما تفسر. تمام؟ حمل نظام الحكم العثماني في طياته عوامل ضعفه. ليه الحكم العثماني من جواه كان ضعيف؟ ركز معايا بقى. اول حاجه قصر مده حكم الوالي. الوالي ده يا جماعه كان بيحكم من سنه ل3 سنين وبيمشي. يبقى خلي بالك يا حياه، الوالي بيحكم من كام؟ من سنه ل3 سنين وبيمشي، ما بيكملش معاه. طيب ده غير كده ان انا عندي الديوان والحاميه كانت زياده سلطه، في عندهم زياده في السلطه، زياده سلطه الديوان والحاميه. لا مش كده وبس، خلي بالك يا محمد بقى، كان ليهم حق عزل الوالي. يبقى خلي بالك انا عندي زياده سلطه الديوان والحاميه العثمانيه، دول كان ليهم حق لمراقبه الوالي وعزله. واتفقنا كمان ان الوالي كان ايه؟ كان بيحكم من سنه ل3 سنين. طيب يبقى انا كده جاوبت لك على بما تفسر حمل نظام الحكم في طياته عوامل ضعفه او في ثناياه عوامل ضعفه. وكان عندنا اداره الاقاليم اللي هم المحافظين. بص بقى، في مشكله خطيره جدا واجهت دوله المماليك لازم تكون عارفها. ايه المشكله اللي واجهت دوله المماليك يا نور؟ الدوله العثمانيه، اسف يا نور. هتقول لي حركه علي بك الانفصاليه. بص، العثمانيين ما كانوش خبره في البلد. العثمانيين سابوا اداره الاقاليم كلها لمين؟ سابوا اداره الاقاليم كلها لبكوات المماليك اللي هم بشوات المماليك. تمام؟ هتقول لي طب ما هو المماليك انتهوا في مرج ضبك والريدانيه. لا، ما هم مش موتوهم كلهم، يعني لسه في ناس منهم موجود. طيب نتيجه ضعف الدوله العثمانيه، عرفنا الضعف جاي منين؟ ان الوالي بيحكم من سنه ل3 وزياده سلطه الديوان والحاميه. بتطلع بعض المماليك امثله علي بك الكبير للانفصال. هنتكلم ده دلوقتي بقى يا نور عن حاجه حلوه قوي اسمها حركه علي بك الانفصاليه. الحركه دي كانت سنه 1768. علي بك الكبير عمل ايه بقى؟ ركز كده معايا. منع قدوم الوالي العثماني. منع قدوم الوالي العثماني. ده غير كده انه ضرب النقود باسمه، عمل العمله باسمه. ده غير كده انه امتنع عن دفع الجزيه. ما هو مصر ايام زمان بعد ما اتحولت لمجرد ولايه عثمانيه بقى ايه اللي بيحصل؟ بقينا بندفع جزيه للسلطان العثماني، الوالي بيجمع مننا الجزيه ويدفعها للسلطان العثماني. علي بك الكبير منع كل ده. يبقى خلي بالك بقى ازاي علي بك الكبير انفرد بحكم مصر. خلي بالك عمل ايه؟ منع قدوم الوالي العثماني، ضرب النقود باسمه او صك العمله باسمه، وخلي بالك امتنع عن دفع الجزيه او الضريبه. طيب اللي حصل ان علي بك الكبير كان ليه مساعد مهم جدا لازم تكون عارفه، اسمه محمد بك ابو الدهب. طيب علي بك الكبير سيطر على مصر وسيطر على اجزاء من الشام، ناقص له دمشق كده بعت ليها محمد ابو الدهب. طيب وكمان اتحالف مع واحد مهم جدا موجود في الشام اسمه الشيخ ظاهر العمر. اسمه الشيخ بقى الشيخ ظاهر العمر. يبقى خلي بالك بقى، علي بك ما كانش لوحده، علي بك كان معاه القائد العسكري بتاعه محمد ابو الدهب، وكان معاه كمان الشيخ ظاهر العمر اللي هو مين؟ ظاهر العمر ده حاكم جنوب الشام.
تمام؟ طيب، ولكن للاسف فشلت الحركه. سؤالي في الامتحان بيجي ازاي؟ يجي يقول لي بما تفسر فشل حركه علي بك الكبير. هتقول لي ايه بقى؟ بسبب خيانه محمد ابو الدهب. للاسف ان محمد ابو الدهب انضم للسلطان العثماني وخانه للاسف يعني. وطبعا رجعت مصر ولايه عثمانيه تحت حكم شيخ البلد محمد ابو الدهب. اللي ركزنا بقى في الموضوع ده. طيب محمد، انت معايا يا محمد؟ لو عايز اسالك بس سؤال كده واقول لك، قول لي كده، هو الدوله العثمانيه حكمت كام قرن؟ من اخر من اول القرن الرابع لحد ال 15. الله ينور عليك، حكمت 4 قرون. تمام؟ تمام. ماشي يا محمد، الله ينور عليك. طيب يا حياة، تقدري بقى تقولي لنا ايه هي عناصر الحكم العثماني في مصر؟ 4 حاجات، ايه هم بقى؟ الوالي والديوان وإدارة الأقاليم الحمية. الحماية العثمانية، الله ينور عليك. طيب نور بقى ما جاوبتش معانا خالص. يا نور هنسألك، هو ده علامة صح أو غلط؟ نجحت حركة علي بك الانفصالية؟ غلط. غلط، الله ينور عليكي، فشلت. طيب هنسأل بقى حياة، بما تفسر فشل حركة علي بك الانفصالية؟ عشان محمد بيك أبو الدهب خان علي بيك وانحاز للسلطان العثماني. تمام، ورجعت مصر تاني ولايه عثمانيه تحت حكم شيخ البلد محمد ابو الدهب. يبقى خلي بالك بقى، انا كده استنتجت ان الحياه السياسيه عند الدوله العثمانيه حياه ضعيفه قوي. تخيل ان المماليك، واحد من المماليك من البشوات المماليك يمنع قدوم الولي العثماني، لا يبقى دي حياه ضعيفه. هنا الموضوع كده بايظ خالص. طيب احنا خدنا اول كده حاجه الحياه السياسيه واتكلمنا عنها، وعرفنا الحركه الانفصاليه سنه 1768، وعرفنا ان للاسف الحياه السياسيه عندهم ضعيفه مفككه متدهوره. طيب تعالى نتكلم عن الحياه الاقتصاديه، جزء بقى مهم قوي، ركز معايا عشان في كلام كتير قوي. الحياه الاقتصاديه من واحنا كده في رابعه وفي خمسه عارفين معلومه مهمه. لما اتكلم عن اقتصاد اتكلم عن زراعه وصناعه وتجاره، زراعه وصناعه وتجاره. تعال اكلمك عن الزراعه في مصر العثمانيه. بما تفسر تدهور الزراعه في مصر العثمانيه. ليه الزراعه كانت متدهوره يا محمد في مصر العثمانيه؟ ركز بقى كده معايا قوي. اول حاجه تطبيق الدوله العثمانيه لنظام الالتزام، نظام الالتزام. وكمان عندك حق الانتفاع، نظام الالتزام وحق الانتفاع. طيب دول اهم نقطتين، ده خلي بالك بقى. عندك اهمال الولاة العثمانيين لشؤون الري. اساسا العثمانيين ما كانوش بيهتموا لا بالارض ولا بالري ولا بشؤون الزراعه كلها. طيب ركز كده معايا، انا عندي حاجه مهمه جدا. نظام الالتزام ايه هو؟ وحق الانتفاع ايه هو؟ عايزين نفهم ايه الفرق ما بين نظام الالتزام وحق الانتفاع. لان خلي بالك في الامتحان بتاعي لو كتبت نظام الالتزام وحق الانتفاع انت كده كتبت الاجابه 100% صح، محدش يقدر يكلمك. بص يا سيدي، نظام الالتزام ان يقوم فرد بجمع الضرائب عن ناحيه او عده نواحي. يبقى خلي بالك يا هنا، نظام الالتزام واحد بس، شخص واحد بس بيدفع الضرائب نيابه عننا كلنا ويرجع يلمها تاني. طيب خلي بالك بقى نور، هيرجع يلمها مننا، دفع لي جنيه هيرجع يلمه جنيه؟ لا طبعا. هيعمل ايه؟ هيرجع يلمه اضعاف مضاعفه. فهنا الفلاح عانى من ظلم الملتزمين. يبقى خلي بالك بقى، انا عندي لما الدوله العثمانيه طبقت نظام الالتزام ان فرد واحد بس كان بيلم الضرائب، هو اللي بيدفع الضريبه للسلطان العثماني وفي الاخر يلمها مننا تاني، فاحنا عانينا من ظلم الملتزمين. طيب النقطه رقم 2 حق الانتفاع. خلي بالك ده ايه حق الانتفاع؟ أن تقول أن الأرض ملكا للدولة ممثلة في السلطان العثماني. تاني، أن الأرض ملكا للدولة ممثلة في السلطان العثماني. طيب بتزرع بواسطة مين؟ بواسطة الفلاح. تزرع بواسطة الفلاح، مش كده وبس يا محمد، خلي بالك ده كان بيدفع عليها ضريبة. يبقى خلي بالك بقى، أنا عندي نظام الالتزام غير حق الانتفاع خالص. حق الانتفاع إن المصريين ما كانش ليهم حق في الأرض. الأرض كلها بتاع مين؟ بتاع السلطان العثماني. احنا مهمتنا بنعمل ايه؟ بنزرع وندفع ضريبه. طيب والارض في الاخر لمين؟ للسلطان العثماني. طب ايه النتيجه المترتبه على حق الانتفاع من وجهه نظرك كده؟ اقول لك انا النتيجه ان هيكون الفلاح اهمل شؤون الزراعه. ده بالعكس، الحياه الزراعيه كلها اتدهورت، ما بقاش في زراعه في مصر.
يبقى خلي بالك بقى، لو جه سالني ما النتائج المترتبه على تدهور الزراعه في مصر، هتقول لي قله الناتج الزراعي، قله الناتج الزراعي. ده غير كده عانى المصريون من ظلم الملتزمين. ده غير كده ان ترك الفلاح لارضه الزراعيه. طيب عانى الفلاح من ظلم الملتزمين بسبب طبعا نظام الالتزام اللي الدوله فرضته. خلي بالك بقى، اقول لك على معلومه ليك، نظام الالتزام ده الدوله فرضته ليه؟ لان الدوله كانت ضعيفه، الدوله العثمانيه ضعيفه، محتاجين فلوس. طيب هيجمع الفلوس ازاي؟ قال لك عن طريق نظام الالتزام. طيب حق الانتفاع، المصريين ما بقاش ليه، الارض مش بتاعتنا، فانت لو الحاجه مش بتاعتك مش هتتعب نفسك فيها. يبقى خلي بالك بقى، اول جزء كده في الزراعه عليها سؤالين، سؤال بما تفسر وسؤال ما النتائج. خلي بالك السؤالين مهمين. خلي بالك يا نور، لو جيت قلت لك بما تفسر تدهور نظام او الزراعه او تدهور الزراعه في مصر العثمانيه، لو جيت كتبت لي نظام الالتزام وحق الانتفاع، انت اجابتك صح. طب انت عايز تزود بقى، تقول لي نظام الالتزام وحق الانتفاع وعندي اهمال الدوله لشؤون الري. ثلاث حاجات: نظام الالتزام، حق الانتفاع، اهمال الدوله لشؤون الري. محمد تقدر بقى تقول لي ايه هي العيوب اللي واجهت الزراعه؟ ثلاث حاجات اللي قلناهم. معاناة الفلاح وكثرة الضرائب وظلم ملتزمين. تمام، الله ينور عليك يا محمد. معاناه الفلاح طبعا من الضرائب المفروضه ونظام الالتزام. طيب خلي بالك كده، انا عندي سؤال مهم جدا بيجي يسالهوني، يقول لي بما تفسر تدهور الصناعه في مصر العثمانيه. بص بقى، طالما ما فيش زراعه يبقى بالتالي ما فيش صناعه، ما فيش زراعه يبقى ما فيش صناعه. ده غير كده ان الصناعات كانت بدائيه بسيطه. اقتصار الصناعات على الصناعات البدائيه البسيطه. شوف بقى كده معايا، شوفي هنا الحته اللي جايه دي، انتقال الصناع المهره الى الاستانه عاصمه الدوله العثمانيه. خلي بالك يا محمد، السلطان العثماني عمل ايه؟ جاب الناس اللي بتعرف تصنع وقال لهم تعالوا اوديكم الاستانه عاصمه الدوله العثمانيه. فطبعا الناس حبت الموضوع ومعظم الناس راحت للاستانه. يبقى لو جه سالني سؤال، نور اللي هتجاوب عليا. يا نور، بما تفسر تدهور الصناعه في مصر العثمانيه، سببين. السبب أن الوالي أخذ كل الصناع المهرة إلى الأستانة، ماشي. اقتصار الصناعه على واقتصار الصناعة على الصناعات البسيطة. الله ينور عليك يا نور. تمام، يبقى انا كده عندي الزراعه والصناعه متدهورين، الدنيا فيهم بايظه. طيب تعال نبص كده على التجاره. من واحنا صغيرين بنقسم التجاره لنوعين: تجاره داخليه وتجاره خارجيه. تاني بقسم التجاره لنوعين: تجاره داخليه وتجاره خارجيه. طيب خلينا اكلمك شويه عن التجاره الداخليه. التجاره الداخليه للاسف كانت متدهوره. طيب ايه السبب؟ غارات البدو. ده غير كده ان انت عندك عدم وجود طرق بريه، اهمال الطرق البريه، مفيش اي طرق بريه خالص موجوده في مصر. طيب التجار هيعملوا ايه؟ ده غير كده ما تنساش ان انا خدت بقى من الاول بقى التلاعب في الموازين والمكاييل. ما هو كل ده من اسباب انهيار التجاره، عشان كده التجاره الخارجيه كانت منهاره. طيب بالنسبه للتجاره، انا اسف، التجاره الداخليه. طب بالنسبه للتجاره الخارجيه، خلي بالك بقى، اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح أثر على الدولتين. ركز كده معايا، أثر على الدولتين المملوكية والعثمانية. وخلي بالك كمان عندي معلومة كمان مهمة قوي، الامتيازات الأجنبية. الدولة العثمانية يا هنا عملت حركة وحشة قوي، كانت بتدي الأجانب امتيازات كتيرة جدا، امتيازات مقابل الحماية. تقعد في مصر واستثمر في مصر وأنا هحميك ومش هخلي حد يقرب منك. الامتيازات الاجنبيه كانت كارثه كبيره جدا. خلي بالك يا محمد، مستمره كده معايا لحد الوحده الجايه ان شاء الله، هنتكلم بقى عنها بالتفصيل ايام الخديوي اسماعيل لما نجي له بقى. يبقى خلي بالك بقى، التجاره الداخليه منهاره ليه؟ عندي سببين. السبب الاول طريق راس الرجاء الصالح. السبب الثاني الامتيازات الاجنبيه التي منحتها الدوله العثمانيه للرعايا الاجانب. الامتيازات الاجنبيه اللي اديتها الدوله العثمانيه للرعايا الاجانب. يبقى يا حياه بما تفسر ماشي انهيار التجاره الخارجيه في مصر او تدهور التجاره الخارجيه في مصر. عشان الامتيازات الأجنبية اللي كانت بتديها العثمانيين للدول، ماشي. وعشان طريق راس رجاء صالح أثر على الدولة العثمانية برضه. جدع، الله ينور عليك يا حياء. احنا قلنا كده السببين، وحياء قالتهم لي تاني، طريق راس الرجاء الصالح، وعندي كمان الضرايب والحاجات المفروضه على الدوله يعني. طيب خلي بالك بقى، ركز كده معايا كده، الزراعه منهاره
والصناعه منهاره والتجاره منهاره. فكده مفيش اي مورد بيخرج من مصر. التجاره بشكل عام، الحياه الاقتصاديه بشكل عام منهاره. يبقى خلي بالك بقى، الحياه الاقتصاديه منهاره والحياه السياسيه منهاره. خلي بالك الناس حكمونا 4 قرون، الاربع قرون كلهم جامد راكد، حكم جامد راكد متخلف. طيب تعال اكلمك شويه عن الحياه الاجتماعيه. يا ترى مصر كانت متقسمه ازاي في الوقت ده؟ بص ركز كده معايا. الحياه الاجتماعيه في مصر كانت بتنقسم لطبقه الحكام وطبقه المحكومين. يبقى تاني بقى، الحياه الاجتماعيه كانت بتنقسم لطبقه الحكام وطبقه المحكومين. بس قبل ما نتكلم عنها خليني اسالك سؤال اكمل لمحمد. يا محمد اكمل العباره التاليه: من الهيئات التي حكمت مصر في ظل الحكم العثماني. وحاطط لك نقط ونقط ونقط ونقط. قول لي كده مين ومين ومين اللي كان بيحكم مصر؟ الوالي والديوان وإدارة الأقاليم والحامية. الله ينور عليك يا محمد، الوالي والديوان واداره الاقاليم والحاميه. طيب يا هنا قولي لي ده علامه صح او غلط. نجحت حركه علي بك الانفصاليه في 1768؟ هنا احنا ما سمعناش الاجابه. أيوه. نجحت حركه علي بك الانفصاليه في 1768 صح ولا غلط؟ صح. نجحت. طب نور هتقول ها يا هنا قولي. لا، ما نجحتش. ما نجحتش، فشلت طبعا. طيب نور هتقول لها بقى بما تفسر فشل حركه علي بك الانفصاليه، ليه الحركه فشلت؟ بسبب خيانة محمد أبو الدهب. محمد ابو الدهب، جدع نور. طيب حياه، هو مين اللي تحالف مع علي بك الكبير؟ كان في واحد تاني حاكم جنوب الشام اسمه ايه؟ ظاهر العمر. الله ينور عليك، الشيخ ظاهر العمر حاكم جنوب الشام. محمد ابو الدهب طبعا خانه وفشلت الحركه الانفصاليه. اتكلمنا كمان الاقتصاد، زراعه وصناعه وتجاره كله منهار. طب تعالى نتكلم مع بعض عن الحياه الاجتماعيه، الدنيا فيها كانت عامله ازاي؟ بص معايا. الحياه الاجتماعيه كانت منقسمه لحاجتين: طبقه الحكام وطبقه المحكومين. 400 سنه واحنا مقسومين لقد ايه؟ لحكام ومحكومين. طبقه الحكام خلي بالك كان فيها مين ومين؟ كان عندي فيها المماليك والاتراك. ركز معايا، محمد هيجي يقول لي ثواني ازاي المماليك بتتكلم عنهم هنا؟ ما انا هقول لك ان المماليك دول اصلا كانوا ماسكين اداره الاقاليم. اما العلي بك الكبير عمل الحركه الانفصاليه بتاعته ازاي؟ المماليك العثمانيين ما كانوش خبره في البلد، فسابوا البلد لمين؟ اداره المحافظات اللي جوه سابوها لمين؟ سابوها للمماليك. عشان كده كانوا يعتبر من ضمن طبقه الحكام. يبقى انا عندي طبقه الحكام اثنين: المماليك والاتراك. الطبقه دي عاشت في عزله عن الشعب، ما كانوش يعرفوا اي حاجه عن اللي بيحصل في مصر. الدنيا كانت منهاره والناس دول ما يعرفوش. تمام. لو انت لاحظت كده الحياه بتاعتهم نفس بالظبط الحياه اللي كانت موجوده عند مين؟ اللي كانت موجوده عند المماليك. المماليك لما جت الدوله العثمانيه ضربت وعملت وعملت، ما كانوش يعرفوا حاجه. تمام. يبقى خلي بالك بقى، انا عندي طبقه الحكام فيها اثنين: المماليك والاتراك. واتفقنا ان المماليك والاتراك الاثنين، خلي بالك الاتراك دول اللي هم الدوله العثمانيه، اللي هم العثمانيين يعني. طيب الاتراك والمماليك الاثنين عاشوا في عزله عن الشعب، ما كانش حد يعرف حاجه خالص. الدنيا كانت بايظه خالص وهم ما يعرفوا. طيب ركز كده معايا، الطبقه الثانيه كانت طبقه المحكومين. طبقه المحكومين بقى مين ومين ومين؟ طبقه المحكومين في مصر قسمناها لحاجتين. ركز كده معايا، الطبقه الوسطى والطبقه الدنيا. الطبقه الوسطى والطبقه الدنيا. الطبقه الوسطى الناس اللي هم يعني عايشين مرتاحين شويه، كانوا مين بقى؟ كانوا علماء الازهر، وكان كمان رجال الدين والمشايخ. علماء الازهر ورجال الدين والمشايخ دول كده يعتبر كانوا الطبقه الوسطى. وما تنساش كمان كان عندي كبار التجار، كانوا برضو من ضمن الطبقه الوسطى. طيب الطبقه الدنيا. الطبقه الدنيا دي عانت من ابشع انواع الظلم والفقر والجهل والتخلف. الطبقه الدنيا عانت من ابشع الحاجات اللي في مصر. طيب كان مين الطبقه الدنيا؟ كان عندي عامه الشعب، كان عندي الفلاحين، كان عندي صغار الحرفيين. كل الناس دول كانوا طبقه دنيا. يعني يعتبر المصريين بالنسبه للدوله العثمانيه والمماليك كانوا يعتبر فئه ثالثه جوه البلد بتاعتهم. طيب يبقى خلي بالك بقى، انا كده عندي نظام الحكم في مصر او الحياه الاجتماعيه بقى، مش نظام الحكم، الحياه الاجتماعيه منهاره. الحياه الاجتماعيه حكام ما يعرفوش عننا حاجه،
ومحكومين مقسومين لنصين، وسطى ودنيا. الوسطى المشايخ ورجال الدين وعلماء الازهر. طيب الطبقه الدنيا مين؟ عامه الناس كلنا، الفلاحين صغار الحرفيين، كل الناس دول عانوا من الفقر والجهل والظلم والتخلف في الوقت ده. طيب خلي بالك كمان كده، لو احنا مركزين كده مع بعض هلاقي ان انا الحياه الاقتصاديه منهاره، الحياه السياسيه اسف منهاره، الحياه الاقتصاديه زراعه صناعه تجاره منهاره، وعندي الحياه الاجتماعيه كمان متقسمه بطريقه غلط منهاره برضه، حكام ومحكومين ودول ما يعرفوش عننا حاجه. طيب اخيرا بقى الحياه الفكريه، يا ترى مصر كانت عامله ازاي؟ بص بقى. بيسالني سؤال الاول يقول لي ما النتائج المترتبه على حاله العزله التي فرضها العثمانيين على مصر؟ بما تفسر حاله العزله التي فرضها العثمانيين على مصر. ركز معايا. انتشار ايه بقى؟ انتشار الجهل والظلم والفساد والتخلف، ده اللي انتشر جوه مصر في الوقت ده. طيب بس احنا عايزين ناخد عناصر. اقول لك اول نقطه، اهتزاز مكانه الازهر. الازهر الشريف مكانته اهتزت خالص. طبعا لو انت فاكر كده ورجعت لاسباب استيلاء سليم الاول على مصر، كان رغبته في السيطره على مصر قلب العالم الاسلامي. ده من ضمن الاسباب اصلا اللي كان عايز ياخد مصر عشانها، ان كان فيها طبعا مصر قلب العالم الاسلامي لوجود الازهر الشريف. او الازهر مكانته اتهزت، ما بقاش فيه مكانه للازهر. طيب هتيجي تسالني ايه السبب اللي خلى الازهر مكانته مهتزه؟ الازهر كان كل العلوم اللي بيتدرسها في الاماكن بتاعته كانت العلوم الشرعيه، الفقه والحديث والتشريع فقط. كل العلوم العقليه اتلغت. يبقى خلي بالك بقى، هنا ممكن يجيب لي سؤال تاني صح وغلط. اقتصرت علوم الازهر الشريف على العلوم العقليه؟ غلط. اقتصرت علوم الازهر الشريف على العلوم الشرعيه. العلوم العقليه ما كانوش بيقربوا لها. خلي بالك كمان تدهور الحياه الادبيه، ما بقاش فيه في مصر لا مفكرين ولا مبدعين ولا فلاسفه. اخر عنصر واهم عنصر انتشار الجهل والشعوذه والتخلف. كل ده كان من ضمن النتائج المهمه اللي نتجت عن حكم العثمانيين لمصر. يبقى تاني بقى ركز كده معايا في الحياه الفكريه. انا عندي 4 عناصر: اهتزاز مكانه الازهر، الاقتصار على العلوم الشرعيه، تدهور الحياه الادبيه، انتشار ظاهره الجهل والتخلف والشعوذه. هنا قولهم لي كده يا هنا ال4 عناصر. أيوة مستر، اهتزاز مكانة الأزهر تمام. اقتصار. وتدهور الحياة الأدبية ماشي. وانتشار الجهل ماشي. والاقتصاد الاقتصار على ايه؟ على الحلول العلوم 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 الشرعيه. أيوة. الاقتصار على العلوم الشرعيه اللي هو علم الفقه والحديث والتشريع. طيب محمد، لو جيت قلت لك ده علامه صح او غلط، تناول الازهر في مجالسه العلوم العقليه؟ غلط. غلط. العلوم كلها كانت علوم شرعيه للاسف. تمام. طيب يبقى خلي بالك بقى، نتيجه ان الدوله العثمانيه حكمتنا 4 قرون، النتيجه اهي اهو. ان الدوله المصريه او مصر في الوقت ده او مصر العثمانيه عانت من الجهل والظلم والتخلف. وطبعا اتفقنا ان في طبقتين: حكام ومحكومين. يبقى سريعا بقى هنا قولي لي كده بما تفسر حمل نظام الحكم في ثناياه او في طياته عوامل ضعفه. أي تاني السؤال يا مستر؟ ما سمعت. تاني، بما تفسر حمل نظام الحكم في طياته عوامل ضعفه. مش عارف الإجابة الصراحة. طيب حياة عارفه الاجابه؟ لا بصراحة. ان الولي كان بيحكم ايه؟ من قد ايه لقد ايه يا محمد؟ من سنة ل3 سنين. صح كده، هي النقطة دي. الوالي كان بيحكم من سنة ل3 سنين، وكمان زيادة سلطة مين ومين؟ نور. الديانة والحامية. بس كده، هي دي الإجابة. يبقى تاني بقى ركز كده معايا، لو جه قال لي بما تفسر حمل نظام الحكم في ثناياه وطياته عوامل ضعفه، هتقول لي قصر مدة حكم الوالي من سنة سنتين. خلي بالك كمان زيادة سلطة الديوان والحامية العثمانية. خلي بالك كمان ضعف الدولة العثمانية. والدولة العثمانية قلنا لما ضعفت طبقت نظام اسمه نظام الالتزام، ان فرد يجمع الضرائب عن مجموعة من الاشخاص، تمام، يسلمها للسلطان العثماني ويرجع هو يسدد للسلطان. وفي الوقت ده احنا عانينا من الظلم ومن الجهل، وكمان عانينا من ظلم الملتزمين خاصة. طيب هنكتب كام سؤال كده يا جماعة نجاوبهم مع بعض. تمام.
في حد عايز حاجه هنا اشرحها له تاني، او في حاجه صعبه هنا قبل ما امسحهم؟ الدنيا تمام، مفيش حاجه صعبه؟ هنكتب يا جماعه شويه اسئله كلنا نجاوب مع بعض، تمام؟ انا هختار حد كده ونجاوب مع بعض. يلا كده يا جماعه نجاوب مع بعض شويه الاسئله دي. ناخد هنا. فشل حركه بما تفسر الاسئله دي، بما تفسر فشل حركه علي بك الانفصاليه. هنا قولي لي كده الاجابه. ايه مستر. بسبب انه السلطان العثماني اتفق معه ضد علي الكبير، ففشلت حركة. صح، بسبب انحياز محمد ابو الدهب للسلطان العثماني. طيب يا محمد، اتسمت الحياه الفكريه في مصر بالتخلف، بما تفسر. بسبب انتشار الجهل والدجل والشعوذة وتدهور الحياة الأدبية. جميل، الله ينور عليك. وكمان ممكن تقول لي برضه يا محمد، تزود مع الاجابه، تقول لي بسبب العزله التي فرضها العثمانيين، بسبب العزله التي فرضها العثمانيين، بزودها برضه في الاجابه. تمام؟ تمام. ماشي يا نور، قولي لي يا نور، تدهور الزراعه. احنا قلنا في حاجه. بسبب عدم الاهتمام بالري ونظام الالتزام تمام. وحق والتملك. الايه؟ حق الانتفاع. حق الانتفاع. جدع يا نور، الله ينور عليك. طيب هنا تدهور الصناعه انتقال مين لمين؟ انتقال الحرفيين والصناعة، المهرة إلى التانة. الستانه، صح، عاصمه الدوله العثمانيه. واقتصار الصناعه على الصناعه ايه يا هنا؟ إيه؟ اقتصار الصناعه على الصناعه الايه؟ الصناعة المهرة. اليدويه البسيطه. تمام. مصر في الوقت ده ما كانتش وصلت للآلية، كانت هي صناعة يدوية بسيطة. طيب حياة تدهور الصناعة قلناها. حياة، قولي لي يا حياة، تدهور التجارة، أنا هنا ما حددتلكش. تدهور التجارة الداخلية ولا الخارجية؟ التجارة الداخلية والتجارة الخارجية. نور بقى، نسألك يا نور 5 أسئلة صح وغلط. ماشي، أسئلة سهلة إيه؟ تمام؟ تمام. ماشي يا نور، ناخد أول سؤال. بيقول لي ده علامة صح أو غلط. حكم العثمانيين مصر 4 قرون، صح ولا غلط؟ صح. صح. طيب سؤال كمان يا نور. أثر اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح على الدولة المملوكية والدولة العثمانية؟ صح. صح. طيب سؤال تاني يا نور. وصلت الآلية إلى الصناعة في مصر في ظل الحكم العثماني، صح ولا غلط؟ غلط. 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 صناعة بدائية. جدع يا نور. سؤال كمان يا نور. أجي أقول لك أنا عندي كمان انقسم الطبقة الاجتماعية في مصر إلى حكام ومحكومين، صح ولا غلط؟ صح. صح. طيب يا نور كمان قولي لي، كان المماليك والاتراك من طبقه المحكومين؟ غلط. غلط، من طبقه الحكام. الله ينور عليك.
طيب لحد هنا الامور كده كويسه وسهله، ولا في حاجه صعبه محتاجين نعيدها تاني مع بعض؟ سهلة يا مستر. تمام، الدنيا سهله. طيب نكتب بقى مع بعض، خلي بالك هينزل ورق PDF على الجروب للشرح اللي انا قلته بالتفصيل. تمام، هنكتب بقى اسئله عشان هنحلها وهتبعتها لي على الجروب. تمام، سجل بقى الاسئله دي معايا اللي انا هكتبها دلوقتي. خلي بالك الاسئله دي مراجعه على اللي احنا خدناه المره اللي فاتت وعلى المره دي، يعني انا جايب لك اسئله من المكانين. بصوا يا جماعه، دي كده الاسئله اللي احنا هنحلها النهارده في الواجب. بقول لك سؤالين بما تفسر فشل العثمانيين في التوسع في الغرب. السؤال الثاني تدهور الزراعه في مصر العثمانيه. السؤال اللي بعديه بقول لك ما النتائج المترتبه على تدهور الزراعه. النقطه اللي بعديها العزله التي فرضها العثمانيين على مصر. وعندي كمان بقول لك قارن بين موقعة مرج ضابق والريدانيه من حيث الاسباب. بقول لك بقى علامه صح او غلط. نجحت حركه علي بك الانفصاليه وانقسمت الحياه الاجتماعيه في مصر لطبقه الحكام والمحكومين. تمام، الدرس الاول كده في التاريخ كله خلص. طيب قبل بقى ما ننهي حلقتنا ان شاء الله هنقول بس المواقع المعارك اللي احنا خدناها كلها نراجع عليها مع بعض. تمام، انا مش هتكلم، انا نتكلم مع بعض، نخلي كلنا نسال ونتكلم. يا هنا احنا اول موقعه خدناها موقعه مرج ضابق. تمام، انا بتكلم مش بالترتيب، انا بتكلم عشوائي. موقعه مرج ضابق كانت الاطراف مين ومين يا هنا؟ آه مش عارفة الصراحة، يعني ما أعرفش إيه. طيب حياه، تعرف يا حياه الاطراف بتاع موقعه مرج ضابق كان مين ومين؟ العثمانيين والمماليك. يبقى يا هنا الاطراف بتاع موقعة مرج ضابق العثمانيين والمماليك. طيب محمد، موقعة مرج ضابق العثمانيين كانوا بقيادة مين والمماليك كانوا بقيادة مين؟ العثمانيين كانوا بقيادة سليم الأول.
ماشي، الله ينور و- عليك. والمماليك كانوا بالسلطان الغوري. الله ينور عليك. العثمانيين كانوا بقياده السلطان سليم الاول، والمماليك كانوا بقياده السلطان الغوري. طيب نور، لو جه قال لي يا نور ما النتائج المترتبه على، احنا اتفقنا ان انا ما عنديش احداث، ما النتائج المترتبه على موقعة مرج دارك؟ دخول العثمانيين مين؟ الشام. دخول العثمانيين للشام، وطبعا هزيمه الدوله المملوكيه. طيب حياه، قولي لي يا حياه، مين اطراف الموقعة الريدانيه؟ اسمهم ولا يعني العثمانيين والمماليك؟ العثمانيين والمماليك. طيب يا هنا، تعرف يا هنا تقولي لي العثمانيين كانوا بقياده مين؟ العثمانيين كانوا بقيادة مارش ما دارك. هو، لا هو اسم الشخص اللي محمد قاله. دي من الأول. سليم الاول، جدع يا هنا، الله ينور عليكي. طيب محمد، فكرنا كده يا محمد، المماليك هنا كانوا بقياده مين؟ تومان باي. يومان باي، الله ينور عليك، ده اخر الحكام المماليك. طيب ناخد بقى حياه، قولي لي يا حياه ما النتائج المترتبه على موقعة الريدانيه؟ دخول العثمانيين مصر وانتصار سليم الأول الله ينور عليك، وهزيمة دخول المماليك. العثمانيين مصر وانتصار طبعا السلطان سليم الاول. طيب اتكلمنا بعد كده عن موقعة اسمها جلديران. محمد تعرف تقول لي موقعة جلديران الاطراف كان مين ومين؟ الصراحة مش عارف. الايه، مش سامع معلش. مش عارف. طيب حياة تعرفيها؟ الصفويين والعثمانيين. يبقى محمد خلي بالك، جلديران عثمانيين مع صفويين، عثمانيين مع صفويين. طبعا النتيجه مش هنتكلم فيها، ان العثمانيين هم اللي انتصروا، انتصار الدوله العثمانيه. طيب دول كانوا معارك مهمه جدا اتكلمنا عنهم. اتكلمنا كمان عن الحركه الانفصاليه الوحيده يا محمد اللي حصلت في الدرس، خلي بالك يا هنا، منها حركه علي بيك الكبير، وقلنا ان هي فشلت، السبب واتكلمنا عنها. طيب وكمان اتكلمنا عن الناس اللي كانوا مع علي بيك الكبير، شخصين، محمد ابو الدهب والشيخ ظاهر العمري حاكم جنوب الشام. خلي بالك عشان بيجيبها لك في صح وغلط، بيجيبها لك في اختار. الشيخ ظاهر العمر حاكم جنوب الشام. طيب اخر حاجه بقى، اتكلمنا كمان عن ملامح الحياه جوه مصر. اتكلمنا كمان عن حياه سياسيه، حياه ثقافيه او حياه فكريه. اتكلمنا عن الحياه الاقتصاديه بشكل عام، والحياه الاجتماعيه، وان طبقات حكام وطبقه محكومين. طيب نفتكر برضو من اللي فات. نور بقى المره دي اللي هتفكرنا. يا نور قولي لي يا نور، هو بما تفسر الازمه السياسيه التي عانت منها دوله المماليك؟ بسبب الصراع بين الأمراء. صح؟ في اجابه ثانيه يا نور؟ كثرة الانقسام. الثورات. الله ينور عليك، الصراعات والفتن، كمان الانقسامات. يبقى خلي بالك يا محمد، انا عندي سببين الدوله المملوكيه انهارت بسببهم، سياسي وكمان المالي او الاقتصادي، السياسي والاقتصادي او المالي، واتكلمنا عن اسباب هنا وهنا. اللي بيحكم دلوقتي مصر اخيرا، عشان لما نبدا في الدرس ان شاء الله اللي بعديه، اللي بيحكم مصر الدوله العثمانيه. عرفنا ان في فشل، في انهيار تام في كل الامور اللي موجوده في مصر. ولما نيجي نتكلم بقى في الحصه الجايه هنتكلم ايه اللي حصل ان شاء الله. المره الجايه هنشرح باذن الله جغرافيا. تمام، يبقى احنا كده خلصنا اول درس تاريخ، عايزين برضو نخلص اول درس جغرافيا. في امتحان ان شاء الله موجود هينزل على الجروب، تمام، بعد ما نذاكر الدرس كله ونحل الواجب بتاعه هينزل امتحان وهينزل تدريبات. التدريبات هتحلها وتبعتها لي، وهكذا الامتحان. تمام، ان شاء الله اشوفكم على خير المره الجايه، تكونوا مذاكرين الدرس ده كويس جدا جدا جدا. السلام عليكم. هينزل امتى؟ محمد معلش مش سامعك. الامتحان هينزل امتى؟ الامتحان ان شاء الله هينزل النهارده بالليل باذن الله. لما تذاكر، انت ذاكر هتلاقي ان شاء الله الامتحان معاك على الجروب. اتفقنا؟ خلاص ماشي. طب التواريخ احفظها ولا ايه؟ الايه معلش؟ التاريخ لا مثلا 1000. لا، التاريخ ما بيجيش في الامتحان، التواريخ ما بتجيش في الامتحان. خلاص ماشي. ماشي يا محمد، هتعوزوا اي حاجه؟ شكرا. مع السلامه.